انت مش فوضوي، انت بس متعود تعيش بدون نظام يخدمك. وفي فرق ضخم بين الاتنين، لأن الشخص الفوضوي فعلا عمره ما كان هيضغط على الفيديو ده أصلا. انت غالبا تعبان من الإحساس إن يومك بيتسرق منك. بتصحى تمسك الموبايل 5 دقايق، فجأة بقى الليل، وعندك مليون حاجة عايز تعملها ومفيش حاجة بتكمل. والمشكلة إنك كل مرة بتفتكر إن الحل إنك تبقى شخص مختلف، منظم، مثالي، مرتب، بيصحى 5 الفجر ويشرب مية بليمون. بس الحقيقة أغلب الناس المنظمة كانت فوضوية أكتر منك، بس عملوا حاجة واحدة: وقفوا يعتمدوا على التحفيز. خليني أقولك سر محدش بيقوله. أنت مش بتفشل بسبب الكسل، أنت بتفشل بسبب الاحتكاك. كل حاجة في يومك فيها مقاومة صغيرة: فتح الكتاب مقاومة، ترتيب المكتب مقاومة، بداية المذاكرة مقاومة، حتى القيام من السرير مقاومة. وعقلك بيختار الطريق الأسهل تلقائياً. وده ليه التيك توك أسهل من المذاكرة، وليه النوم أسهل من الجيم. فالناس بتعمل إيه؟ تحارب نفسها، تقول أنا لازم أبقى أقوى، بينما الأذكى بيقلل الاحتكاك. من النهاردة ممنوع تعتمد على الذاكرة. أي حاجة في دماغك طلعها بره: المهام، الأفكار، المواعيد، حتى الحاجات الصغيرة، لأن دماغك معمولة للتفكير مش للتخزين. أول ما تبدأ تكتب كل حاجة هتحس إن في مساحة ظهرت في عقلك فجأة. وهنا بقى أهم نقطة: ما تعملش تو-دو ليست طويلة. دي أكبر كذبة في التنظيم، لأنك لما تكتب 17 مهمة عقلك بيعتبر نفسه خسر قبل ما يبدأ. بدل ده اكتب 3 حاجات فقط، 3 فقط، ولو خلصتهم انت كسبت اليوم. في ناس فاكرة إن الانضباط قوة خارقة، بس الحقيقة إن البيئة أقوى من الإرادة بمراحل. لو الموبايل جنبك هتمسكه، لو السرير مفتوح قدامك هتنام، لو الإشعارات شغالة تركيزك انتهى. فبدل ما تحاول تبقى سوبرمان، غير البيئة. حط الموبايل بعيد، اقفل الإشعارات، خلي المكتب نظيف، افتح الكتاب قبل ما تبدأ أصلاً. اعمل البداية سهلة لدرجة غبية. ودي النقطة اللي غيرت ناس كتير جداً. لو الحاجة هتاخد أقل من دقيقتين اعملها فوراً. رد على الرسالة، رتب المكتب، حط الهدوم مكانها، اكتب الفكرة بسرعة. ليه؟ لأن الفوضى مش بتيجي مرة واحدة، الفوضى بتتراكم. كل تأجيل صغير بيتحول لجبل فوق دماغك، وفجأة تلاقي حياتك كلها مرهقة. انت مش محتاج تنظم حياتك كلها، انت محتاج تنظم بداية يومك فقط. أول ساعة هي اللي بتحدد شكل اليوم بالكامل. لو بدأت اليوم بالموبايل يومك ضاع غالباً. لو بدأت بحاجة مفيدة عقلك بيكمل بنفس الطاقة. عشان كده اعمل روتين صغير جداً، مش لازم معقد ولا مثالي. مثال: تقوم، تغسل وشك، ترتب السرير، 10 دقايق شغل أو مذاكرة بس. البداية الصغيرة دي بتكسر عقلية الفوضى تلقائياً، لأنهم بيبدأوا بحماس مبالغ فيه. جدول 12 ساعة، روتين مستحيل، أهداف خرافية، وبعد يومين انهيار كامل. الاستمرارية أهم من القوة. أنت مش محتاج يوم مثالي، أنت محتاج نظام تقدر تعيش بيه حتى وأنت تعبان. وده الفرق بين الناس اللي بتتغير فعلا والناس اللي بتتحمس يومين وتختفي. في الآخر التنظيم مش إن أوضتك تبقى مثالية، ولا إن عندك نوتة شكلها حلو. التنظيم الحقيقي إنك تبطل تحس إن حياتك بتجري منك، إنك تبقى عارف إيه المهم وإيه اللي لازم يتساب. وصدقني، أول مرة تخلص يومك وإنت حاسس إنك مسيطر على وقتك، الإحساس ده أديكتيف بشكل مرعب. ابدأ صغير، بس ابدأ النهاردة. لو وصلت لحد هنا غالباً أنت فعلاً عايز تغير حياتك.